ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux que هاي حبايبي، ويلكم باك تو ماي تشانل. انا سانجنا كاو، بتمنى انكم تكونوا بخير. خلينا نبتدي مع قضية اليوم. أنا وولش 39 سنة، أم ل3 أطفال، عايشة حياة سعيدة مع زوجها وأطفالها 3. ما عندها مشاكل، ما كان بيبين عليهم إنه في مشاكل أصلا مع الناس. يوم 1 جانفي 2023 اختفت أنا وولش. آخر حدا شافها كان زوجها. أنا وولش كانت إنسانة مرحة، بتحب الحياة، بتسافر كتير على حسب شغلها بيجبرها إنها بتسافر كتير. كانت إنسانة مرحة، كانت أكتف كتير على السوشيال ميديا، على عكس زوجها اللي كان ما عم يعمل أي شي بالسوشيال ميديا. قبل اختفاء أنا وولش كانت متصلة بأمها وقالت لها إنه تيجي تقضي معها كم يوم بالبيت، بس زوجها ما كان بيعرف بهذا الموضوع. لما وصلت الزوج قال لأم أنا وولش إنه البنت اضطرت إنها تسافر بسبب عمل سريع، عمل إجا فجأة. فالأم صدقت لأنه بنتها متعودة على هاي القصص. يعني بعد 4 أيام من اختفاء أنا وولش اتصل الزوج بالشرطة وقال لهم إنه زوجتي مختفية. لما وصلت الشرطة للبيت استجوبوا الزوج واستجوبوا الأم، أهل زوجته. فهن قالوا إنه هن بيعرفوا إنه الزوجة راحت للشغل. الشرطة لما استجوبت أهل آنا قالوا لهم إنه هن مفكرينها مسافرة، يعني هي مسافرة بسبب شغل. الشرطة راحت للمطار لحتى تتأكد إنه إذا آنا سافرت أو ما سافرت، بس الصدمة إنه ما لقيت أي شيء بيأكد إنه آنا سافرت. يعني آنا ما وصلت أبدا للمطار، وما طلعت أبدا للطيارة، وما أصلا ما خرجت من البلد. لما راحت الشرطة لمنزل أنا وولش لحتى تدور إذا بتلاقي شيء أو بتكتشف شيء أو في شيء غريب في البيت، ما لقوا شيء فوق، بس في القبو لقوا سكين مكسورة ولقوا بقعة دماء بسيطة. تم القبض على زوجها يوم الأحد 8 يناير 2023. التهمة اللي توجهت لبراين وولش هي عرقلة التحقيقات، يعني ما توجهت له تهمة القتل لأنه ما في جثة، وهو هذا السبب اللي مخليه مرتاح، لأنه طالما ما في جثة يبقى ما في قضية أصلا. لكن لما حققت الشرطة في خط سير لبراين بعد اختفاء زوجته، اللي هو قال إنه آخر يوم شافها يوم الأحد، اكتشفوا إنه بعد يوم واحد بس من اختفائها زوجها كان عم يشتري أغراض بقيمة $450. مو المشكلة في المصاري، في كمية المصاري، بس المشكلة إنه المشتريات كانت عبارة عن أدوات تنظيف، خرائط وأغطية كبيرة. يعني أغطية لشو بدك أدوات تنظيف وزوجتك مختفية وأنت عم تنظف البيت؟ ليش؟ لما بحثت الشرطة كمان على الهيستوري تبع الجوجل تبعه، اكتشفت إنه كان عم يعمل أبحاث على جثث، يعني كان عم يدور على كم وقت حتى تطلع رائحة الجثة، كيفية التخلص من الجثة، أشياء كتيرة بتأكد إنه هو قاتلها. في نظرية بتقول إنه قتلها وقطع جثتها ورماها بكل الحاويات تبع المدينة كلها. مشان هيك هن منن قادرين يحصلوا على الجثة أو منن قادرين يعملوا أي شيء. لكن المحكمة قررت إنه براين هو القاتل. في ناس كتير استنكرت الموضوع بحجة إنه طالما ما في جثة يبقى ما في جريمة. لسه الشرطة عم بتدور على أنا وولش. براين في السجن محكوم متهم بجريمة قتل، لكن القضية لسه لحد هلا ما انقفلت. فإذا حصل أي شيء جديد رح أحكي عليه إن شاء الله. أنا لحد الآن ماني مستوعبة فكرة إنه في حدا، سواء كانت زوجة أو زوج، مرة أو رجال، إنه بيخطط وبيفكر لحتى يتخلص من شريك حياته أو حتى يتخلص من حدا عشان بس هو يقدر يعيش حياته
بطريقة تانية، بطريقة مختلفة. طب إذا أنت بدك تغير حياتك، فيك تيجي للشخص بكل هداوة وتجتمع معه وتقول له إنه أنا ما عاد هاي الحياة ما عاد مبسوط فيها، بدي حياة جديدة، بدي شوف حياة جديدة. فتعي نتفاهم، أو تعي نتفاهم ونحل الموضوع ونتكلم بهذا الموضوع، وأنت تروح لحالك وأنا أروح لحالي. ليش الدراما الزايدة؟ ليش القتل؟ ليش الغدر؟ ليش الخيانة؟ ليش الكذب؟ ليه؟ طب في أطفال في الموضوع. طب لما أنت هلأ تقتلها وأنت تنسجن، الأطفال هدول لمين بقوا؟ الحياة أبسط من ما أي حدا يتخيل. لو بدك تغير حياتك، تعال الطرف الثاني وقل له إنه أنا بدي أغير حياتي، وتناقشوا وتحاوروا وتخانقوا، بس مو توصل للقتل. يعني بالنهاية الله يهدي الجميع وبس. بشوفكم إن شاء الله بفيديو جاي، وخليكم مع أحسن تعليقات في الفيديو السابق. لا تقتلوا حدا، مو مستاهل الدنيا إنكم تقتلوا وتضيعوا حياتكم أو تغدروا أو تخونوا، لأنه مو مستاهلة. لا الشخص مستاهل ولا الحياة مستاهلة. be nice, be cool.